السلام عليكم، شراكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير. معكم سلمى من قناة سلمى سالومي المطبخ والابداع. شوفوا البنات، اليوم جبت لكم هذه الوصفة راهي مدايره حالة في تيك توك. هي وصفة حطتها واحدة طفلة مغربية. شوفوا البنات، ربي يبارك شعرها ما شاء الله قريب يوصلها لركبتها وثقيل وطويل. وبزاف بزاف بنات يحطوا لها في لي كومونتير باللي الوصفة نفعتهم وجابت معهم نتيجة وطوالوا شعورهم، وثاني تكثفوا وحبست لهم التساقط بزاف. هذه الوصفة يعني بزاف بنات حطوا لي كومونتير تاعهم التجارب تاعهم معها، قلتوا علاش لا نجربوها مع بعضنا وراح نعطيكم النتيجة على شعري انا، وعلى ان شاء الله نديرها ثاني على شعر بنتي باش تستفادوا حتى نتوما وما تبقاش الوصفة مخفية عليكم. المكونات تاعها كاينين صح في كل دار. راح تلقاوهم يعني حوايج نستعملوهم يوميا. نبداو البنات الوصفة بسم الله. هذو هما المكونات تاعها. عندكم راس فلفل حلو، ما ديروش الحار، قادر يديلكم تهيج في البشرة تاع راسكم ويزيد يديلكم تساقط، ما ديروهاش بالحار. عندكم البنات مغرف كبيرة تاع السينوج ولا الحبة السوداء، مغرف كبيرة حلبة ما تكونش مطحونة هكا حب. عندكم راس تاع ثوم، دوك نعت لكم كيفاش نديرولو. ودارت معاه الطيب حب، انا ما عنديش الطيب ولا القرنفل. درت هنايا قرنفل مرحي ملعقة صغيرة كعاد هو حار. ما تكثروش منه. اذا درتوا الحب ديروا نص مغرف كبيرة. وهنايا كان عندي البنات الزنجبيل، عمبالكم ثاني باللي الزنجبيل بزاف مليح للشعر، محفز لنمو الشعر. درت ملعقة صغيرة تقدروا تستغناو عليه. هذو هما المكونات. شوفوا البنات، بالنسبة للثوم ما ترحيوها ما والو، شوفوا كيما راهم، تحكموا الموس وتحلوا هكا هذه الحبات. ودوك نشوفوا مع بعضنا كيفاش نخدموه. بنات نحكموا راس الثوم نديروا له هكا كيما راهو هكا، ونحكموا الفلفل هذا تاعنا نقصوه طرف صغار. شوفوا البنات حتى هذا ما تطيشوهش، هذه اللي تكون فيها الزرير، هذه ثاني نديروها البنات. نقصوا الفلفله هذه هكا طرف صغار. ها هو كي البنات بعد ما قصيتو، شوفوا نجيبو هكا باللارة تكون تاع قزاز البنات احسن، ما عندكمش عادي ديروا برك. لوح فيها هذا البنات، لوح ثوم وباقي المكونات. البنات نجيبو الزيت اللي نطيبو بها، ما نجيبوش مش زيت زيتون ولا الزيت تاع الطياب اللي عندكم، نعمروها نغطيو هذوك المكونات. هنايا راح نخلطهم شويه. فوالا البنات، هذه هي، راهو كل شيء لازم يكونوا الكل مغطيين بالزيت هكا البنات. نخلطها شويه ونقفل عليها. شوفوا البنات، ديروا لها ساشي ولا بابي الومنيوم كحل ولا، وحطوها في بلاصه تكون ظلمه مثلا. مهم شوفوا البنات، اذا راكم في الصيف مثلا شفتوا هذا لا فيديو في الصيف، ديروا لها بابي الومنيوم، ديروها في ساشي وحطوها في الفريجيدار قاعد قادره تفسد لكم. اذا راكم في الشتاء يعني وعندكم هكا بلاصه بارده ولا، ثاني غطيوها مليح وغطيوها وحطوها خارج الثلاجه مده اسبوع.
بصح البنات كل مرة حكموها وخلطوها هكا نهار ولا المهم تقولوا هكا نهار ولا ديروا خلطوها كل يوم، خلطوها هكا وعاودوا حطوها لمدة أسبوع. تبداو ديروا بها البنات، شوفوا ديروها مرتين في الأسبوع قبل ما تكوني حتدوشي. ديريها على شعرك وحكي هكا شعرك شغل، ديري له مساج هكا 5 دقائق 10 دقائق، ومن بعد غطي شعرك وخليه ساعتين، خليها تزيد ساعتين في شعرك وغسليه. جربوها وقلت لكم راهي بزاف 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 مشكورة، وبزاف بنات استعملوها وفادتهم، وان شاء الله تفيدنا حتى حنا. راح نخلي لكم شوية تعليقات هكا تاع البنات اللي جربوها باش تتحمسوا حتى نتوما. وهذه هي لا فيديو الجاية بإذن الله راح ندير لكم الزيت تاع نواة التمر والتونر تاعها حتى هي اللي تكثيف الشعر. هذه الوصفة راهي دايرة حالة عند الخليجيات. شوفوا البنات يحلفوا عليها بكل أنواع الحلفان باللي مفيدة جدا جدا وتكثف الشعر. هذه للكثافة وتحبس التساقط بزاف مليحة. راح نديرها معاكم في لا فيديو الجاية بإذن الله. خليكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.